السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشاق شاولن عبد الستار سعد في كل مكان. النهارده بنتكلم عن اسلوب جديد في الشارع له طريقتين. النهارده لما بنتكلم في الشارع او في خناقه بنتكلم انك انت زي ما بروسلي قال يجب ان ترى عينيك كل الاتجاهات وان تسمع اذنيك كل الاصوات. يبقى انا في الشارع دايما ما بتعاركش مع شخص واحد، عركه مزدحمه متعدده الاشخاص، ما تعرفش مين مع مين ومين ضد مين. انت برضو لازم عشان حياتك بتحافظ عليها لازم تكون عينك في كل مكان وتكون ودنك على قد ما تقدر سامعه اي حاجه قدامك او وراك او على شمالك او على يمينك. النهارده بنتكلم عن النبوت البلدي، التحطيب البلدي. يعني ايه نبوت ويعني ايه تحطيب بلدي ومين بيستعمله؟ الاشخاص بتبقى ماشيه في الشارع مش متوقعه ان في خناقه هتحصل اصلا، انا مش متوقع ان في خناقه هتحصل، الظروف بتجمعك او بتحطك في الموقف غصب عنك، انت مش مرتب له، انت مش حاسب له حساب اصلا، مش متمرن عليه اصلا، ما بتتمرنش عليه الشخص العادي اللي في اكل عيشه طول النهار ده في شغله ورايح جاي، مش متوقع في خناقه ما بيتمرنش عليها، ما حدش عايز شر، ولكن انت اتحطيت في الموقف وهتتصرف معاه ازاي. التحطيب البلدي العادي او الشخص العادي لما يمسك العصايه معروف ان هو هينضرب ضربات متعدده الاتجاهات، واحده جايه من فوق على تحت على الدماغ، واحده جايه مايله على الكتف، واحده جايه مايله من الناحيه الثانيه على الكتف، واحده مايله اكتر على الرجول، واحده مايله على الرجل من الناحيه الثانيه، فهو بيتعرض ان هو لازم يصد الضربات دي من جميع الاتجاهات المختلفه. هنتفرج احنا ازاي هنتعامل وايه فايده العصايه ديت ان هي تحميني وهتحميني ازاي، وكمان هنحط لك في الفيديو بعديها حاجه افرس منها شويه، يعني حاجه امكانيه اعلى منها شويه. النهارده لما بنتكلم في العصا بنتكلم على العصا الفرديه والعصا المزدوجه. يعني ايه العصا الفرديه والعصا المزدوجه؟ النهارده لما بيجي هدف زي ده جاي على دماغ الشخص اللي قدامك، هو شايف هدف واحد، ده اسمه هدف واحد، هدف واحد جاي على دماغي، فهو بيشوف الهدف ان العصايه اترفعت من تحت لفوق ونازله على دماغه، فبيستناها بعمليه فطريه، دي حاجه اسمها شغل على الفطره، ما تعلموش تحت ايد مدرب الشخص، ولكن هو اتعلموا على الفطره او شافوا في رقصه، هم دايما حتى الفلاحين والناس اللي هي اخواننا اللي في الصعيد والكلام ده بيلعبوا التحطيب ده، فهو بيشوف دايما ان هو بيعملوا كده والتاني بيعمل له كده والتاني بيضرب له من هنا فبيعمل كده وبيعمل كده، هو عارف الكلام ده، فهو ما اتعلموش تحت ايد مدرب، هو شافه بس، فبيحاول يحمي نفسه بقدر الامكان على اللي هو شافه. لما شاف العصايه دي جايه هدف واحد على الدماغ بنفس الشكل فهو استناها هنا عشان شايفها انها اترفعت كده، بتقول يعني باينه انها جايه على الدماغ من هنا، فاستناها هنا اهي، هدف واحد جاي له مريحه خالص. فانا لما لقيت الهدف اتقفل قدامي واتصد ما وصلتلوش، ببدا اخد طريقي تاني لهدف تاني هو برضه شايفه ورايح منه، هيجي له من هنا فبيستناه برضه هنا مريحه، لان ده هدف برضه ايه؟ هدف واحد. لو جاله من الاتجاه الثاني بيشوفه برضه على طريقه تحركات جسمه، بيستناه برضه في الناحيه الثانيه بنفس الشكل. اصبح كده الشخص المدافع مستريح، الشخص اللي بيدافع هنا مستريح ليه؟ لان ده هدف واحد، هدف واحد مريحه من هنا وبيستناه تاني لما يرجع له من هنا، وبيشوفه تاني وهو رايح هنا وبيستناه هنا. طب لما نيجي لحاجه عايزين حاجه تصعب المهمه على المدافع، عايزين نصعب المهمه على المدافع، والحاجه اللي علمها لحضرتك النهارده دي ما بتتعملش في شخص واحد او شخصين، الحاجه اللي علمها لحضرتك النهارده دي عن تجربه بتتعمل في خناقه متعدده الاشخاص يفوق عددها ال10، لان انت هتبقى راجل مفتري لو اتعاملت بالحاجه اللي علمها لك النهارده دي مع شخص او اتنين. وخلي بال حضرتك انت لما بتتعامل بالحاجه اللي علمها لحضرتك النهارده دي هتعرض نفسك لمشكله كبيره من غير انت ما تحس، يعني بدون ما تحس كده هتلاقي نفسك وقعت في مشكله كبيره، قتلت واحد وقتلت اتنين وقتلت ثلاثه. فالموضوع برضه ما هوش سهل، خلي بالك الموضوع بيعرضك برضه، ممكن يحط حضرتك في موضوع انت هو اكبر منك بمراحل، يعني هيدخلك في جنايه قتل واثنين وثلاثه واربعه في 3 دقائق. احنا عايزين برضه الحذر وانت بتتعامل مع السلاح اللي احنا هنعلمه لك ده، سلاح خطير من على مر السنين في الصين وفي اليابان وفي كوريا وفي امريكا متعامل بيه والناس بتتعامل بيه في الخناقات الكبيره، بيصعب المهمه جدا على المدافع. تعال نتفرج مع حضرتك النهارده ونشوف. وصفنا العصايه الفرديه الهدف الواحد، عرض بيكون سهل، النهارده بدي هنصعب مهمه المدافع، هنصعب مهمه المدافع دي، حركاتها كتير جدا، حركاتها اخف وبتشيل بيها وطريقه التدريب عليها هنقدمها لحضرتك واحده واحده في الفيديوهات. النهارده هنتكلم عن الصد الجانبي والهجوم، سرعه من هنا ضارب على الرجل. طبعا دي لو لبست هنا خلاص انت سافرت كده. طب هنتعامل معاها ازاي؟ يلا يا كابتن. الاتجاه الثاني برضو نفس الشكل، هنا لما ضرب هنا الهدف الواحد عشان يطلع يضرب تاني لازم يرجع، وهتشوف ان هو رجع وما لقاش هدف هنا، الهدف مقفول، هيرجع تاني عشان يضرب في مكان تاني. طب نشوف الاولى كده، لو انا هدف واحد اشيل كده
وهضطر استناه تاني زي ما قلنا في مكان تاني. لكن هنا بقى انت هتشيل وتحط، ودي الميزه هنا. الميزه انك انت سريع، واحد ما يلحقش يطلع من هنا، العب ما يلحقش يطلع من هنا ويروح يصد هنا، لان هم جم في وقت واحد اصلا. ايه الثانيه برضو نفس الشكل، واحد في نفس الوقت اللي هو ضرب فيه هنا بتكون هنا ما يلحقش يرجع يصد تاني من الناحيه دي. الاخيره برضو هنا فوق 1 2 ما يلحقش يجي برضو يصد فوق، لانهم محطوطين في نفس الوقت، الشيله مع الحط. يعني من هنا وداعا للبلطجه، وداعا للتعدي على الناس المحترمين في الشارع، منتهى الثقه، الزانه القصيره المزدوجه. وانتظرونا في فيديوهات اخرى. لو عجب حضرتك الفيديو اشترك في القناه وسيب لايك.